كنتمنى هاد القصه تنال الاعجاب ديالكم. وإلا كيعجبكم القصص ديالي ما تنساوش ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساوش تكتبوا لي كومونتيرات زوينه ديالكم حيت كنقرا كاع لي كومونتيرات. السلام عليكم يا احلى متتبعين حكيت لم يا اخوي قلبك. دائما كنسمعوا القصص اللي كيجيونا صعب بزاف، ولكن هذا هو الواقع ديالنا، الواقع المر. بزاف ديال العائلات وبزاف ديال الاسر اللي كيتشتتوا بواحد الفرد اللي كيكون وحش ادمي. فاخوتي بلا ما نطول عليكم وندخلوا في القصه ديال اليوم اللي هي مشوقه بزاف، فما عليكم اخوتي الا ما تنسونيش بالاشتراك والكومنتات ديالكم الزوينين، لان الناس كيطلبوني بزاف اللي كنحط قصصهم كيقولوا لي بغينا اراء الناس، فانا عطيت الراي ديالي ولكن كنتسناو الراي ديالكم ولهلا يخطيكم ونبداو في القصه ديال اليوم. انا سميتي زينب، فعمري حاليا 29 سنه، تربيت وتزاديت يتيمه. على اليتيمه، على الحيوط شحال ضربوني. ما كنت كنلقى لا حنين الله رحيم، ما كنت كنلقى حتى شي واحد اللي يسول فيا ولا يقول هاد زينب واش واكله ولا شاربه، ولا خصوصا العائله اللي قراب ليا، عائله ماما وعائله بابا، حتى شي واحد ما عقل عليا، خصوصا ملي ماتت الام. هنا عاد حسيت باليتم، عاد حسيت بانني بقيت يتيمه، عاد وليت الدمعه ما كتبغيش تنزل لي لانني كنبكي من الداخل، والناس كيشوفوني هكا كيقولوا زينب ما مدمره ما والو، ولكن انا ربي اللي عالم بيا. اختكم خرجت من القرايه ملي كانت في عمري 16 عام، ما كملتش قرايتي بحكم كان توفى الاب ديالي هو الاول، من بعد تبعته الام ديالي، فبقيت وحيده وكئيبه. فخوتي ما عنديش الخوت، يعني لا خوتي بنات ولا خوتي دراري. مريت بواحد الازمه اللي هي صعيبه بزاف، مريت بمرض نفساني، مريت بجميع امراض اللي تحركم على البال، ولكن الحمد لله انني بقى عايشه. ما كنتش كنلقى الدرهم ولا السنتيم باش نقوم براسي، ولا الا بغيت غير شي خبزه هكا ما كنلقاش باش نشريها، فنتقمطت على دراعي ومشيت خدمت. مشيت عند واحد مول المحلابه قصتو وربي ما حشمنيش معاه. حكيت له ظروفي وحكيت له شنو بيا وحكيت له قصتي من الاول حتى الاخر. قلت له انا راه غراضي هي الخدمه، فالله يعطيك السر شوف لي شي خدمه عندك كيف ما كانت، يا الميناج يا نغسل الحوايج يا اي حاجه عندك انا قابله نخدم، غير استرني الله يسترك الله. فداك مول المحلابه كان واحد الانسان اللي كان داك الانسان اللي طيب وعارف بينه وبين الله. الناس كانوا كيقولوا له غير الحاج. صافي هي ديك خدمت معاه، بقيت كنبيع ونشري وندير الميناج. المهم انا مني كل شيء وما عمرني قلت احا راسي، لانني انا كنت عارفه مصيري. الا مشيت حتى خرجت من هذه الخدمه راه ما عندي لا حنين الله رحيم، وغنبقى مشومره وما كاينش اللي يعتقني. صافي هي ديك خدمت، بقيت خدامه معاه تقريبا 6 شهور. وواحد السيد كان ديما كيجي كيشري من عندي، مره يلوح لي كليمه، مره يلوح لي هضيره، مره يبتسم لي، مره يتصر عليا، كل مره وشنو، مره يتجمع معايا. فبحكم هذه الخدمه اللي هي هكا فكنت كنضطر انني نعطي خو كلامه لاي واحد، خصوصا هذا الحاج اللي هو مول المحلابه كان كيقول لي شوفي الا كلياني ما يهربوش، انا غادي نجربك. قال لي باش تجري لي على الكليان ولا ديري شي جاست اللي ما هوش زوين والناس يهربوا لي، راه حتى انا من هذا الشيء راه كنترزق الله ناري. قال لي هاد الهضره صافي قلت اني خص اي واحد جا خصني نهضر معاه ونبتسم معاه وراكم عارفين. فهاد السيد اللي هو سميتو حمزه كان ديما كيجي لعندي وكذا وعادي. واحد النهار خلى لي النمره التليفون ديالو وقال لي شوفي اتصلي بيا باغيك في واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف.
شديت النمرة ولكن ما اتصلتش به، بحكم انني انا الغرض الرئيسي على جيت انني نخدم هو نهز راسي. فصافي ما اتصلتش به الا غدت ليه جا قال لي شوفي اتصلي بيا واحد الموضوع اللي هو ضروري كيهمك انتي وانا. قال لي الموضوع كيهمك انتي وانا ركبي يفشلوا. قلت له كيفاش كيهمني انت وانا، كيفاش وعلاش وشنو بيني وبينك، انا ما كنعرفكش وما كنعرف حتى شي واحد، بحكم قلت لكم انا مريت بواحد الازمه اللي هي نفسيه خلات لي الطاش ديالها. قلت له لا صافي هادي. قال لي شوفي غير اتصلي راه ما غيكون غير الخير. قلت له صافي واخا. المهم انا بحكم انني المحلابه كنسالي حتى لتسعود مرات 9:30، المهم على حسب الكليان. انا في الاول رصيت مع مول المحلبه اللي هو الحاج انني حتى نسالي حتى تقطع الرجل من المحلبه عاد ممكن نخرج، يعني من غير هادشي راه ما غاديش نخرج. صافي مشيت داك النهار اتصلت به بديك النمره اللي عطاني، درت 06 كدا كدا شي كدا كدا كدا. او ما كانش عندي اصلا تحفي اكثر 5 دراهم. مشيت عند مول الحانوت قلت ديري واحد 5 دراهم هضره، لان اختكم راه ما عندها لا بقى. يلا بديت نخدم وبقى زعما ما كونت راسي مزيان وهادي. صافي اتصلت به قلت له السلام كي داير لاباس عليك بخير، والله انا هي السيده اللي خدامه الفلانيه. قال لي شحال تسنيتك. قلت له ناري، قلت له راك خلعتيني، قول لي عافاك شنو كاين، حيت انا راه ماشي من ديك البنات اللي انت ناوي ولا ربما تكون خديتي عليا شي نظره خايبه انني كم كوارني خدامه في محلابه. انا راه واحد البنت اللي شريفه عفيفه. قال لي انا شفتك شريفه عفيفه على داكشي جيت لعندك وطلبت منك النمره. قال لي شوف بنت الناس، انا راه باغي نتزوج بيك وما باغي منك حتى شي حاجه، ما باغي لا نتلاقى بك لا نخرج معاك لا والو. قلت له شوف يا ولد الناس، انا راني واحد البنت اللي هي يتيمه، عافاك عندي واحد الجرح اللي هو غارق بزاف، ما تزيدش تحفر لي عليه لان راه ربي اللي عان بيا. صافي ولينا انا وياه كنهضروا ولفني جا بيناتنا واحد الغولاسيون اللي هي عامره بحب رومانسيه. صراحه عوضني بزاف ديال الحوايج، عوضني والديا اللي توفاو، عوضني بزاف ديال الحوايج، فنسيت معاه بزاف ديال الماضي اللي كان داير لي واحد الجرح اللي هو صعيب بزاف. صافي تزوجنا انا وياه على سنه الله ورسوله، وما طلبت منه حتى شي حاجه. هو ديك الساعه كان خدام كيبريكولي وصافي، ما عندوش شي خدمه اللي هي رسميه. صافي هي ديك كرينا عند واحد السيد، كرنا واحد البيت وكوزينه وحمام، زعما الامور ديالنا كانت ماشيه زوينه بزاف. هو كان الخدمه ديالو بحكم انه ما عندوش شي خدمه رسميه، فكيخرج في الصباح كيجي حتى الليل وعنده موطور باش كيخدم وصافي. هي هذيك صافي كرينا عند داك السيد، الامور ديالي زعما كانت ماشيه مزيان، ما خصني معاه حتى شي خير. جلست من الخدمه في المحلابه بحكم هذا هو الشرط الوحيد اللي كان عنده انني ما نبقاش نخدم. فقبلت هذا الشرط، قلت هذا ولد الناس راه غيوفر لي كل شيء، ما عندي لاش نخدم، وربي جاب لي هذا ولد الناس اللي يسترني ونستر. صافي ولدت وليدي، دار عام ولدي والفرحه ديالي مشات الفرحه ديالي. اشنو وقع يا خوتي؟ راجلي دار قصيده بالموتور. يا ناري على صدمه تلقيت. قلت علاش يا سيدي ربي انا ما عندي زهر لا مع والدين، ما عندي زهر مع راجل، هذا هو الراجل اللي قلت غادي يكون معايا وادي وخلى لي وليد مازال صغير، كي غادي ندير وشكون اللي غيشدوا لي باش نخرج نخدم؟ وانا بنت كنت راه ما عندي لا شبوط لا البوط لا حتى شي حاجه. صافي ماشي كنقلب على خدمه، لقيت خدمه كنخدم، ما لقيت صافي راني جالسه. هنا الامور زادت تعقدات، عقده مورا عقده. فبقيت كنقول ناري لا حنين لا رحيم لا ام لا اب لا راجل، صافي بقى لي سند واحد هو هذا وليدي. غادي نتقاتل معاه ونشوف كيفاش ندير، ندخلو للحضانه ولا شي حاجه ونخرج نترزق الله، ولا نمشي نشوف الديور ونخمل الديور، ما عنديش مشكل. خصني طريفه الخبز اللي ناكلو بالهنا،
حتى قلت ربي يسهل عليا وعلى هاد ولد الناس والامور ديالي بدات كتوضح، وانني وليت كندير واحد يعني كنربي ديك الاسره ديالي الصغيره ما بين ليله ونهار تبخر كلشي. صافي هي ديك بقيت جالسه في داك البلاصه اللي الدويره اللي خلاني كارين وتجمع عليا الكرا 4 شهور. فمول الكرا بدا كيجي لعندي، اختي خلصني عطيني رزقي، راه حتى انا راني كناكل من هاد الطريف اللي كتعطيوني. انا راه 3 شهور ولا كتر، وشوف دابا انت فين طالعه باش تمنك السنتيم يا غادي تعطيني فلوسي خرج من هاد الدار. راه كاينين الناس بزاف كيجيو كيشوفوها. بديت كنطلبو ونرغبو وكنبكي وكنقول الله يعطيك الستر ما تشردنيش انا وولدي وهادي قال لي شوف راه ما كاينش حتى انا راه كنتشرد وهادشي منين كناكل طريفه الخبز. قال لي شوف بنت الناس انا اما غادي تعطيني فلوسي اما خرج بحالك. بديت كنبكي عليه وهادي وكيقول لي شوف في دوك الدموع التماسيح ما تمثليهمش معايا. صافي مشى وخلاني كنبكي. واحد النهار جا كيدق عليا في 2 ديال الليل، هو بحكم انه عارف راجلي ما كاينش، عارف راجلي ميت، عارف ان ما عندي لا حليل الله رحيم، عارف ليستوار ديالي. جا كيدق عليا في النصاص ديال الليل، انا ما عرفتش شكون. كنقول له شكون كيقول لي غير فتحي الباب انا راه مول الكرا. قلت كيفاش مول الكرا شنو بغيتي عندي؟ قلت راه ناعس وانت كتدق بالجهد. قال لي شوفي غير حلي الباب ولا غادي نفرع الباب. حليت الباب لقيته هو، شتي ما خلى ما جاب لي. تخيلوا جايب لي ميكات بلان الخضره جيسير ضانونات للولد بيمويات اي حاجه تخطر لكم على البال جايبها. الصراحه الله عمر لي الثلاجه ديالي. قلت له الله يجازيك بخير شكرا بزاف وهادي. قال لي على واجب. قال لي المهم الصباح ودابا نجي لعندك. قال لي هادشي غير قضي به وهادي راه وسمحي لي هكا. قلت له لا وهادي صافي مشى بحاله. والله غد ليه الصباح جا لعندي قال لي شوف زينب انا راه بغيت ندير معاك انا وياك شي غولاسيون تبقى بيناتنا وراه الستره وانتي جالسه في الدار ما كاينش اللي يخرجك اون بليس غنبقى نصرف عليك ونعطيك واي حاجه بغيتيها غادي نديرها لك. بحكم انني انا كنت مزيره في الكرا وما عنديش شكون اللي يكون معايا اضطريت وقبلت بهذه الاهانه اللي كتسمى اهانه ليا واهانه حتى للولد ديالي. فبديت كندخل الراجل على ولدي كنعسو انا وياه كنبقاو في علاقه جنسيه انا وياه ما زعما عايشين انا وياه بحال الا تقولوا مرا مع راجلها، ولكن بلا اكطب لا والو بلا حتى شي حاجه. ولينا عايشين انا وياه كنزها وعجبني الحال. الصراحه الله عوضني داك النقص اللي كنت كنعاني منه، عوضني بزاف ديال الحوايج. خوتي دابا انا راني حامله منه، هو مزوج وعنده الدراري وما ناويش انه يتزوج بيا ولا شي حاجه. قال لي شوفي ولديه خليك يكبر مع ولدك حتى نشوفوا الحل كيفاش غادي ندير. خوتي عافاكم شنو ممكن ندير في هذه الحاله؟ راه الا ما مشيت حتى ما قبلتش بيه ولا ما بقيتش كندخلو راه يخرجني من الدار وانا ما عندي لا حليل الله رحيم. ودابا انا قريبا ولاد واش نمشي نطيحوه ولا ندير شي حاجه لانني انا راه ما بقيتش قادره على هذا الشيء وغادي نزيد ولد على ولدي وما عرفتش الصراحه شنو غادي ندير. عافاكم اخوتي شنو ممكن ندير؟ الله يجازيكم بخير وشكرا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.